إسحاق نيوتن، مؤسس النظرية الكلاسيكية للفيزياء. بناء الكون المدهش والانسجام الذي فيه يمكن أن يفسرا فقط بأن الكون خلق بخطة كائن كلي العلم والقدرة. هذه هي كلمة الأولى والأخيرة. أندري ماري أمبير، فيزيائي وعالم رياضيات، اكتشف القانون الرئيسي للديناميكية الكهربائية. البرهان الأكثر إقناعاً على وجود الله هو تناغم الوسائل التي يتم بمساعدتها الحفاظ على النظام في هذا الكون. وبفضل هذا النظام تجد الكائنات الحية في أجسادها كل ما هو ضروري لتطوير وزيادة إمكانياتها البدنية والروحية. اللورد كليفون الذي يعرف باسم ويليام تومسون أول من صاغ القانون الثاني للديناميكا الحرارية. لا تتوجسوا من أن تكونوا أناساً ذوي أفكار متحررة، فإن فكرتم بعمق ستكتسبون عبر العلم الإيمان بالله. جيمس جول أثبت تجريبياً القانون الأول للديناميكا الحرارية: معرفة قوانين الطبيعة هي معرفة الله. جوزيف تومسون اكتشف الإلكترون، حائز على جائزة نوبل في الفيزياء. لا تخشوا أن تكونوا مفكرين مستقلين. إن فكرتم بقوة فإن العلم سيقودكم دون شك إلى الإيمان بالله، الإيمان الذي هو أساس الدين. وستجدون أن العلم ليس عدواً للدين، بل هو مساعد له. ماكس بلانك، مؤسس نظرية الكم: أن وكيفما رحنا ننظر بعيداً فإننا لن نجد تعارضات بين الدين والعلوم الطبيعية، بل على العكس، فإن أفضل مزيج هو في نقاطهما الرئيسية. الدين والعلوم الطبيعية لا يلغي أحدها الآخر كما يعتقد البعض. هذان المجالان